هاي يا صحابي، ويلكم بقى لفلوج داي نمبر 3. طبعا بقى الفطار بتاعي كان رايس كيك ومعاه جبنه وفول، وبعد شويه اخدت سناك بسكوت ابو الولد، وبجد طعمه خطير وكان لازم اجيب منه كميه كبيره قوي وانا نازله، طعمه حلو قوي. وبعد كده رحنا بقى اتمشينا شويه ورحت مكه مول، وهو من اكبر طبعا المولات الموجوده في مكه، فتعالوا بقى كده ندخل مع بعض ونشوف فيه ايه جوه. طبعا الاسعار اللي موجوده جوه في محلات اقدر اقول لكم ان هي اسعارها شويه قريبة من عندنا هنا في مصر، وفي حاجات برضو أغلى وحاجات أرخص. فتعالوا كده نشوف أصلا شكله عامل ازاي من جوه، وإيه هي المحلات اللي موجودة ونتفرج عليه مع بعض. أنا هنا لما دخلت، طبعا دي المحلات اللي كانت موجودة هناك، معظم المحلات موجودة عندنا. قليل قوي لما نلاقي محلات هي مش موجودة عندنا، أو محلات موجودة بس هناك في السعودية. وزي ما قلت لكم كان في محلات كانت الأسعار بتاعتها اوفر جدا، وكان في اسعار تانية محلات عندنا اصلا ارخص منها بكتير. ومن الحاجات اللي انا شفتها وقارنتها كان كيكو الصراحة عندنا ارخص، وبرشكا وزارة وبولمبير، كل المحلات الماركات للهدوم انا حسيت ان عندنا في مصر ارخص. لما جيت اقارنهم ببعض، طبعا بقى انا معرفش لو في السيل هيكون اسعارهم ازاي. لقيت محل اسمه يويسو، كنت فاكراه واخد من مينيسو، بس لقيت بعد كده مينيسو الصراحة اتبسطت قوي، انا بحبه جدا. بحسه كده هو مريح كله على بعض، بس اسعاره برضو كانت اعلى من عندنا. وهنا بقى شفت الكوافير ده او الحلاق ده كان عامل اوبشن حلو قوي للاطفال، وكان عامل لهم كرتون وحاجات حلوه جدا وهو بيحلق لهم، فكانت فكره حلوه. هنا بقى الفود كورت، وطبعا لقيت محلات كتيره جدا زي برجر كينج وماكدونالدز ومحلات تانية كتير موجودة عندنا برضو في مصر. والصراحة جربت معاك ولقيته ان اللي عندنا كان ألذ، فانا مش عارفة ايه الفكرة. وطبعا طبعا البيك هناك ما ينفعش اقارنه باي حاجه، فهو كان لذيذ. حاولت اصور لكم الفود كورت كده من بعيد شويه علشان ما اجيبش حد خالص. وانا ماشيه لقيت برضو العروسه دي كان بيوزعوا هنا البالونات، وكان حلو قوي. رحت صليت الحمد لله المغرب والعشاء في الحرم قدام الكعبه. وبعدين بقى زينا البيت هنا عشان كانوا عاملين لنا عزومة الاستقبال، وزينا البلالين دي. وبعدين جبنا بقى الاكل، وكان القعده حلوه قوي. ومن احلى الحاجات بجد ان احنا بنبقى قاعدين الستات لوحدها والرجاله لوحدها، فبنبقى قاعدين براحتنا، واخدنا نسكافيه وبس.